السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نصلي على الحبيب يا الحباب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم بأطباق رمضانية 100%. أول طبق معانا، أنا ديجا عندي شوربة فريك وكنت شاركتها معكم الوصفة، واليوم رايحة نشارك معكم الوصفة المتوم العاصمي على أصوله. بالنسبة للمقادير، هادو هما المقادير أخياتي اللي راكم تشوفوا فيهم. عندنا شوية محميصة، عندنا معدنوس، بيض، عندنا شوية تاع اللوز، قرفة، آه، توابل مشكلة للمتوم، عندنا فلفل أبيض، عندنا لا شابلور، اللحم مرحية واللحم دي بتي مورسو، عندنا حبة بصل كبيرة، عندنا الملح. نجيبو مقلة ونحطو فيها مغرفة كبيرة تاع السمن، ندوبوها ونزيدو عليها هداك اللوز، نقليوه بيان باش اللوز هذا كي يطلق الزيت تاعو مع السمن. نصفيو هذاك اللوز خياتي، نخليوه باش نديكوريو، ونزيدو عليه آم، اللحم اللي دي بتي مورسو تاع اللحم. بالنسبة للحم خياتي اختياري، حتحبوه بقري ولا نغلمي. بالنسبة ليا طيبت بالبقري، لأنه نحبو البقري أحسن من الغلمي، لأنه الغلمي يكون شوية ماشي شوية بزاف قراص. طيبت بالبقري عفوا. مع أنا خياتي طيبت بالبقري ماشي بالغلمي، ولكن الطبق تاع زمان يطيبوه بالغنمي. أنا طيبته بالبقري. هنا خياتي من بعد ما صفيت هذاك اللوز، درت لي بتي مورسو تاع اللحم تاعي وقليتهم مليح، وندي غير رايحين نقليوهم باش يشربوا هذاك الزيت تاع اللوز والسمن اللي كنا حطيناهم. من بعد ما يتقلاو خياتي انا يا سمحوا لي، واحد المقطع تاع تاع بصل والاخر، كنت دايره في بالي بلي راني فيلمي، ومن بعد ما فيلميتوش. من بعد ما نقليوهم بيان، نرفدو هذوك لي مورسو تاع اللحم ونحطوهم في لاكوكوط، لانه البقري على بالك تقدري تطيحي في واحد شارف، لازمك طيبين في لاكوكوط باش يطيب معانا بيان. قلت لكم نحط هذوك لي بتي مورسو في لاكوكوط، ونزيد عليهم حبة بصل كبيرة. بالنسبة للتوابل، ما نحطوش الثوم، ما نحطو الثوم نحطوه في لا فيونداشي. بالنسبة للتوابل، عندنا فلفل أبيض باش لا كولور تاع لا صوص تاعنا ما تجيناش كحلة، تجينا بيضة، تجينا هكا ذهبية. ونزيدو عليها معدنوس، وعندي توابل خاصة بالمتوم، ندير على راس المغرفة ونديرو الملح، نقليو خياتي بيان ونمرقو بهذيك المقلة اللي كنا قلينا بها، نحطو فيها الماء ونقل. وبالنسبة لبولات، عندي 500 غرام تاع لا فيونداشي، عندي 3 مغارف تاع لا شابلور، مغرفة تاع الزبدة، شوية تاع لي زيبيس تاع المتوم، فلفل أبيض، كمون، الملح. عندي مغرفة كبيرة تاع الثوم، وعندي معدنوس، ونطمو بالبيض. نعجنوه بيا حتى حتى وين يتجانس ويولي لنا عجينة. نديرو دي بولات خياتي ونغطوهم ونخليهم يرتاحوا وناتوندون يطيب لنا هذاك اللحم في العصوص. انا بالنسبه لي درت دي بولات في المتوسط، يعني ما درتهم كبار ما درتهم صغار، درتهم هنا خياتي. من بعد ما طاب لي اللحم، رميت هذوك لي بولات والحميصه، لانه الحميصه كان عندي طايب، ونشوفوهم في طبق التقديم. بالنسبه ل- للطبق الثاني، هو ماشي طبق تاني، هو تحليه. بالنسبه للتحليه خياتي، حبيت ندير معاكم آم، صلصه. الصمصة بطريقة تاعي. الصمصة واش ندير لها خياتي؟ بالنسبة لا كونتيتي، أنا درت 400 غرام تاع اللوز، قسمتهم على دو. 200 غرام خليتها في الزيت كيما راكم تشوفوا، و200 غرام خليتها خضرة، مع ما زهر، و100 غرام تاع السكر باش ما تجيكمش حلوة، لأنه نزيدوا لها العسل. هذيك هي. نسويو الحلاوة تاعها. من بعد ما نقليوه كيما راكم تشوفوا خياتي، من بعد ما نقليوه حتى يتحمر، نصفيوه. نجيبو طبسي وبابي، البابي هذاك اللي يشرب بالزيت،
نخليوه حتى يبرد ويشرب لنا هذاك الزيت في المولينكس. نرحيو هذاك اللوز اللي كان خضر ما قليناهش ونحطوه في البول، ومن بعد نزيدو نرحيو هذاك اللوز اللي كنا قليناه، ن- نقليوه نرحيوه بيان، ونزيدو عليه السكر 100 غرام تاع السكر. ديروا ما بين 100 غرام حتى ل 150 غرام اللي يحب الحلاوه. انا بالنسبه ليا نحبها شويه ماشي حلوه. من بعد ما رحينا هذاك السكر وهذاك اللوز اللي مقلي نزيدو عليه هذاك الخضر ونخلطو كلش. كي نخلطو كلش ونرحيوه يجيكم اون ديغي معجون. هو ماشي معجون تالمو هذاك اللوز اللي قلينا خطر بالزيت وزدنا له السكر داب، ولا لنا شويه اون ديغي اون بات. من بعد القوام تاعو يجيكم كيما هذاك اللوز اللي نحب اللي نديروه في البقلاوه يجي مفرفش. واش نزيدو له نضيفو له شويه تاع القرفه، ونضيفو له مغرفه كبيره تاع الزبده ونطموه بالماء زهر. من بعد ما نطمو خياتي بيان نديرو له دي بولات. انا بالنسبه ليا حبيت نعزز هذيك النكهه وتجيني كيما النوقه. زدت لها مغرفه تاع مربى المشماش، يجي بنين صدقوني ماشي حلو بزاف ويجي بنين وزاكي. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم. نطمو بالماء زهر، ومن بعد ما نطمو بالماء زهر خياتي نديرو دي بولات صغار ونحطوهم يرتاحوا مدة 4 ساعة حتى ل20 دقيقة. ومن بعد نبداو نشكلو في هذوك الصامصة تاعنا. راني كنت نوري لكم في القوام. هذا هو القوام اللي نحصلوا عليه زعما تكون ماشي جارية وماشي يابسة. نديرو دي بولات كيما راكم تشوفوا خياتي. انا بالنسبه ليا نورمالمون هي سامسا لازمك الديول هذوك تاع اللي يخدموهم في الدار. انا ما عنديش على بالكم في الغربه هذاك البوراق ورانا نشريوه من عند الجزار. نجيبو هذاك البوراق نقطعوه على 3. بصح لا غياليتي عملي زعما ما كانش لا ديفيرونس بزاف. نجيبو هذوك البوراك اللي كنا قطعناهم على 3 ونشكلو نشكل معاكم حبة. واش ديروا خياتي تجيبوا طرف البوراقة وتغلقوها ومن بعد ترفدوا الحبة وتسويوها زعما كيما نقولوا هذيك لا فارس اللي درناها نرجعوها مثلث، يعني الجوانب الثلاثة نلحقوا ليها لا فارس باش ما تجيش فارغة وتنحيو الزوائد. انا هنا عندي بزاف الزوائد نحيتهم بالمقص. نتوما نحيوهم بالموس ولا بالمقص ولا بأي آلة حبيتوها تجيكم سهلة. هنا خياتي رانا وريت لكم كيفاش كيفاش نشكلوا هذاك المثلث. تقدروا ديروهم دي سيجار، انا بالنسبه لي درتهم مثلثات. خياتي راني نختصر باش ما يجيش الفيديو طويل. نقول لك اختي اللي لحقت لهاد الدقيقه من هذا الفيديو ان شاء الله تستفادي من وصفات اللي راني نقدمها لكم. دعمي القناه باش تطلع ان شاء الله فضلا وليس امرا. ندعموا هذه القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد وبارطاجي مع الأحباب والأصدقاء. وهنا خياتي راني نرولي في هذاك في هذيك الصامصة ونكمل خياتي هاد الكمية تاع الصامصة ونقليها ونصفيها ونحط لها العسل نبيتها ليلة. هنا خياتي انا اختصرت لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ما كاش اللي ما يعرفش يقلي ويصفي ويحط العسل. هذه هي الطاولة اليوم الثالث. انا ما كنتش
كان عندي الضيف ما قدرتش نفيلمي بيان. هذا هو فطوري لنهار اليوم، متوّم مع الفريك و وخبز الدار، البوراق والشربات. هذا هو، الحمد لله على نعمة الله، نقول لكم صحة فطوركم والله يتقبل منا الصيام. وبالنسبة للصمصة، هذا هو الطبق تاع الصمصة، درت له شوية تاع الدجلان مع الآخر. ولهنا خياتي نقول لكم، قالوا ناس زمان انسى ثلاثة: مرة فحلة، ومرة نحلة، ومرة أكبر وحلة. وقالوا ناس زمان انسى ثلاثة: مرة جابت راجل، ومرة ضيعت راجل، ومرة بألف راجل. وقالوا زمان الذيب ذيب ديما نيتو مخدوعة، والكلب كلب لو كان يرضع مع السبوعة، والسبع سبع لو كان يتربى مع الضبوعة. هذه هي خياتي، نقولكم سلام.